هذا قصيدة أو مرثية مقطوعة شعرية كتب كلماتها الشيخ العقيد الركن صخ مطهر رشاد المصري بعد وفاة شقيقه الغالي العميد الركن رشاد مطهر رشاد المصري رحمه الله وأسكن فسيح جناته وهلهم أهله وذويها الصبر والسلوان. قال فيها يقول صخ حل الأسى في صدري والقلب موجوع بعد ما زغ بصره والعين تدمع والنظر به قصري والحزن أصبح لي مصير وسره من بعد أخي روحي ونور البصري ونبض قلبي والضياء للأسرة مهما أعبر بالحزن في شعري محال أصيغه في حرم مختصرة مهما أعبر بالحزن في شعري محال أصيغه في حرم مختصرة مشكور من جانا وعزى حصري في القايد المقدام ذي شع نصره رشد مطهر خير من فرس عصري واصدق رجال المعرفة في عصره رشد مطهر خير فرس عصري واصدق رجال المعرفة في عصره قد غاب عنا واختفى عن بصري من بعد عيشه ما بها ينفصره كان بندق العوزة ومدفع نصري ذي لا دعيته صر قبل الصرة كان بندق العوزة ومدفع نصري ذي لا دعيته صر قبل الصرة قد رحل من دون وداع أو صبري يا قهر قلبي ما نفعني صبره حزني عليه وفي ضلوعي صري وحكم ربي قد قضى في حصره قد رحل من دون وداع أو صبري يا قهر قلبي ما نفعني صبره حزني عليه وفي ضلوعي صري وحكم ربي في قد قضى في حصره حنت عليها أحجار واركن قصري وارض اليمن من ذمر للبصرة حنت عليها أحجار واركن قصري وارض اليمن من ذمر للبصرة أخي شد الظهري ومحزم خصري ذي ما قصر في أي طاري قصره قبني على درعي ومرزح ظهري ونجم ليلي في الظلم والقدرة وعظم الله أجر بيت المصري ويعصم قلوب من فرقته معتصرة وسلامتكم صلى حوال كان قايل